آه ليلة يعني تقيلة عليا شخصيا، واعتقد على ناس كتيرة، من بعد تصريحات دونالد ترامب امبارح. بس خلينا نتكلم بشكل منطقي يعني، لأن المنطقية دايما هي سيدة الموقف. هل دونالد ترامب هينفذ الكلام دوت ولا لأ؟ هو ده يعني خلاصة الموضوع، وهل هو يستطيع أن يفعل ذلك أم لا؟ الحقيقة إن الموضوع صعب جدا. لكن هو بيدور على مصلحة بشكل كبير، وممكن تكون ليه مصلحة شخصية أصلا في الموضوع يعني. آه، تحويل غزة لريفيرا الشرق زي ما هما بيسميها أو بيقولها، وعايز يخليها فيها فنادق وفلل ومناطق سياحية ومعرفش مين والكلام بتاعه ده. ويهجر أهلها. آه، موضوع مش سهل. لكن المشكلة ان احنا يعني عارفين. كان في زمان كان بيقول لك ايه، اكلت حين اكل الذئب الابيض، الثور الابيض. القصة دي كانت كنا نشوفها زمان، نتعلمها زمان. آه، احنا كلنا كل واحد لوحده، دولنا كل واحد مع نفسه. ويعني خلقنا لنختلف ونتخانق، وكل واحد يعلي على التاني، وكل واحد يقول انا من الدولة الفلانية وانا احسن من الدولة العلانية، وهكذا يعني. تخيلوا لو احنا كنا وطن عربي متحد، ودول عربية متحدة مع بعض. تخيلوا تخيلوا ان احنا يعني، شوفوا احنا كام دولة، بينا روابط عاملة ازاي، وعلاقات عاملة ازاي، وحب بين الشعوب عامل ازاي. هم مقسمين بعض، هم اللي مقسميننا، الغرب اللي قسمنا، مش احنا اللي قسمنا بعض، بس احنا فرحنا بالموضوع ومسكنا فيه. كل ما تصغر، كل ما تفتت، كل ما تقل قوتك. آه، الولايات المتحدة الأمريكية قوتها في حاجات كتيرة، من ضمنها وحدة ولاياتها، صح؟ الاتحاد الأوروبي عامل اتحاد عشان الاتحاد بيقويه. الناتو معمول ليه؟ عشان يقويهم. والاتحادات ديت بشكل عام بتقوي بعض. اللي عنده حاجة قوية هنا مع الحاجة القوية في الدولة التانية، مع الحاجة الإعلانية في الدولة التالتة، بيكملوا بعض. فنبقى حاجة كويسة قوية تقدر تقول رأيها، وتقدر الناس تعمل لها حساب وهكذا. لكن احنا كل واحد عنده مشاكل، وعنده النقط اللي بيخاف منها يعني. طول ما انت لوحدك، طول ما انت مش هتوصل لحاجة. الموضوع دوت صعب ان تنفيذه طبعا، بس يعني هل هيجي يوم الناس آه، تفكر بشكل عقلاني وتبص قد ايه احنا ممكن مع بعض نبقى حاجة كبيرة وحاجة قوية، وحاجة يعني يبقى لينا حساب، ما يبقاش حاجة على الهامش، ما يبقاش حاجة ان احنا نقول لا احنا مش هنعمل، احنا ضد. يا عم سيبك من كلامهم، حط كلامهم على جنب. كلامهم ملوش قيمة، لان انت مالكش قيمة في نظرهم. الدول الكبيرة بتعمل حساب للدول القوية اللي تقدر تتصدى ليها، لكن انت بالنسبة لهم مش دولة قوية. شوف انت موضوع كندا والمكسيك، مع انهم دول كبيرة، لكن بالنسبة لهم مش دول قوية. في الاخر دونالد ترامب وصل للحل اللي هو عايزه. لكن لما بيتعامل مع الصين، كل ما بيعملوا حاجة بيحسبوا 1000 حساب. حط عليهم 10%، فالصين حطت عليهم غرامات تانية، او يعني جمارك من الناحية التانية. فبدأت ايه امريكا لا تقول لك طب انا هوقف الشحن الفردي اللي هو بيجي من الصين بتاع شركات بتاعت شي ان وتيمو ومعرفش مين. فبعدها بيوم بيتلغى الموضوع، وبيرجع تاني يشتغل، وهكذا يعني. فانت لما تكون دولة كبيرة بتبقى كده.
فكر دايما ان انت ازاي تطور نفسك وتقوي نفسك عشان تقدر تتصدى. لكن انت بالوضع الحالي، انت حبيبي معلش انا اسف، بس انت كده كوكو ضعيف للاسف. وانت الشخص اللي بيتفرض عليه آه يعني القرارات اللي انت ممكن ما تكونش حاببها. آه احنا كل دولة عندنا فيها مشاكل غير التانية، مشاكل اقتصادية، او مشاكل مثلا عسكرية، او جيوش قليلة، او جيش كبير بس ما عندوش اسلحة حديثة، وهكذا وهكذا وهكذا. آه هي دي المشكلة. آه يعني لو تفتكروا العراق واللي حصل فيها، العراق كان الجيش بتاعها عامل ازاي، قوتها عاملة ازاي، عندهم دخل وفلوس قد ايه، بترول وغيره وغيره، وكان فيها كل حاجة. و... ولما اتحط عليها وقعت، وقعت سنين، ولسه يعني الوضع يعني ما عادش زي زمان. آم، الحلول دايما بتيجي بالتفكير المنطقي. طيب، هل دونالد ترامب يقدر يعمل الكلام ده؟ الموضوع ده صعب جدا جدا، لكن هو دايما بيحب يوصل للحاجة ان هو يتكلم على الاكستريم الاعلى حاجة فيها عشان يخوف، عشان يوصل للصفقة اللي هو عايزها. المعنى الكلام دوت ان هو بس كل القصة ان يا جماعة يلا هاتوا بس الرهاين، واحنا عاملين اهوت وقف اطلاق نار ومعرفش مين والكلام اللي انتوا عايزينه، بس هاتوا الرهاين، وبعد الرهاين بقى يخش ايه، يعمل اللي هو عايزه. طيب، هل امريكا هتنزل قواتها بقى وتحارب وتعمل والكلام ده؟ هو اللي عمال يقول على نفسه انا راجل سلام، انا مش بتاع حروب، انا عصري ما فيهوش حروب والكلام ده. هل هيقاتل بكل حاجة؟ هل هيضعف الاقتصاد العالمي اكتر ما هو ضعيف؟ هيزود الحمول على كل حاجة، هيعمل مشاكل في كل حاجة؟ هنشوف. آه، هي هو يعني بيتكلم من منطق ان ايه، ان الناس ممكن تهاجر لاي مكان والحياة بسيطة، يعني طول ما بتلاقي فيها فرص. زي ما بشوف الناس كلها عايزة تهاجر امريكا، لكن المشكلة ان هو مش شايف نظرة اهل البلد الاصليين لارضهم وحبهم ليها، وان هم يعني عايزين يعملوا كل حاجة عشان خاطرها، عشان يحافظوا عليها. مش شايف فلسطينيين في امريكا عايشين من سنين السنين. في ناس جت هنا امريكا من زمان، من 40 سنة و50 سنة، ولغاية دلوقتي عندهم مفاتيح بيتهم اللي طلعوا منها. عندهم تروح المحلات في باريس مثلا بتاعت الفلسطينيين، تشوف هما حاطين حاجات قد ايه من البلاد، بيقول لك من البلاد، علم بلدهم وخريطة بلدهم وحاجات من تراث بلدهم، أكل من بلدهم، زيت زيتون من بلدهم جاي من البلاد، وهكذا. يتمنى يبقى فيه حلول كويسة، وربنا يحفظ الجميع، وربنا يحفظ أهلنا هناك، وتحياتي، مع السلامة.